أول تصريح لبدري بعد الفوز الكبير على السعودية، كلمات أثارت الجدل. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. هل كنت تتوقع أن يخرج نجم إسبانيا بهذه الرسالة بعد الانتصار الكبير؟ وهل يعتبر بيدري أن المهمة قد انتهت، أم أن الأصعب لا يزال في انتظار منتخب لاروخا؟ ابقوا معنا حتى النهاية، لأن تصريحات بيدري حملت رسائل مهمة لجميع المنافسين. بعد أن حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على المنتخب السعودي ب4 أهداف دون رد في منافسات كأس العالم 2026، خرج نجم وسط الميدان وأحد أبرز لاعبي البارسا بيدري ليعلق على هذا الانتصار الذي جعل المنتخب الإسباني يرسل رسالة قوية إلى جميع المنتخبات المشاركة في البطولة. وقال بيدري في تصريحاته إن الفريق دخل المباراة وهو يدرك صعوبة مواجهة المنتخب السعودي، مؤكدا أن النتيجة الكبيرة لا تعكس بالضرورة ما حدث في أرضية الميدان، لأن السعودية امتلكت روحا قتالية وحاولت المنافسة حتى الدقيقة الأخيرة. وأضاف بيدري أن المنتخب الإسباني لا يجب أن ينخدع بهذا الفوز، لأن كأس العالم بطولة طويلة وتحتاج إلى تركيز كبير في كل مباراة، مشيرا إلى أن اللاعبين يحلمون بالذهاب بعيدا في المنافسة والقتال من أجل اللقب العالمي. كما أشاد نجم برشلونة بالأداء الجماعي لمنتخبه، وأكد أن سر قوة إسبانيا يكمن في الروح الجماعية والتعاون بين جميع اللاعبين، موضحا أن كل لاعب يعرف دوره داخل الملعب، وهذا ما يساعد الفريق على تقديم مستويات كبيرة. ولم ينس بيدري أن يوجه الشكر إلى الجماهير الإسبانية التي ساندت المنتخب بقوة، مؤكدا أن هذا الدعم يعطي اللاعبين طاقة إضافية ويدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة. وفي رسالة للمنافسين قال بيدري إن إسبانيا تمتلك الجودة والطموح للتتويج بالكأس، لكنه أكد أيضا أن الاحترام واجب لجميع المنتخبات، لأن المفاجآت تبقى جزءا من سحر كرة القدم. أما عن مواجهة السعودية، فقد أكد بيدري أن المنتخب السعودي يملك لاعبين موهوبين وقادرين على منافسة أكبر المنتخبات، وأن النتيجة لن تقلل من قيمة الأخضر الذي أظهر شخصية جيدة في عدة لحظات من اللقاء. واختتم بيدري تصريحاته بقوله: نحن سعداء بهذا الفوز، لكننا لم نحقق شيئا بعد. الهدف الحقيقي هو الاستمرار بهذا المستوى والقتال من أجل حلم التتويج بكأس العالم. إذن أعزائي، بعد هذه التصريحات القوية من بيدري وبعد الأداء المقنع لمنتخب إسبانيا، هل تعتقدون أن لاروخا قادرة على التتويج بكأس العالم 2026، أم أن هناك منتخبات أخرى ستوقف حلم بيدري ورفاقه؟